أكل فسيخ من هنا وبعدها ما عادش قادر يتكلم ونفسه بدأ يروح. وأيوة ده غالبا الفيديو اللي هيطلع لك وانت بتاكل فسيخ، فركز معايا. الفسيخ مش مجرد أكلة تقيل، المشكلة إن لو كان متحضر أو متخزن غلط ممكن ينقل نوع خطر جدا من التسمم اسمه باتاليزم أو التسمم الوشيقي، وده سببه سم عصبي قوي بتنتجه بكتيريا اسمها كوليستريديوم لاينم، والسم ده بيهاجم الأعصاب وبيمنع الإشارات العصبية توصل للعضلات، وده ممكن يوصل لشلل وصعوبة في التنفس. القصة بتبدأ بكده، واحد ياكل فسيخ بعدها بساعات يبدأ يحس إن جسمه مش طبيعي، إحساس ترجيع بعدها ترجيع، مغص أو إسهال، وده فعلا ممكن يحصل في التسمم الوشيقي الناتج عن الأكل. لكن الأخطر إن الموضوع ما بيقفش عند المعدة، بعدها بتبدأ أعراض عصبية مرعبة زي زغللة، ازدراك في الرؤية، هبوط الجفون، تقل في الكلام، صعوبة بلع، ضعف في العضلات، واحيانا صعوبة في التنفس. وده ببساطة لان السم مش بيشتغل في الماء، ده سم عصبي بيمسك في الاعصاب والعضلات مباشرة، وممكن يعمل شلل نازل من فوق لتحت، وفي الحالات الشديدة بيوصل لفشل تنفسي. طب ليه الفسيخ بالذات ممكن يبقى خطر؟ ده لان المنتجات السمكية المملحة او المخمرة، خصوصا لو اتعملت او اتخزنت بشكل غير امن، ممكن تدي ظروف لتكون السم. والCDC وثقت حالات باتاليزم تايب اي بعد اكل سولت كيورد فيش، وذكرت تحديدا ان الفسيخ ارتبط قبل كده بحالات تسمم وشيقي. ومهم جدا تعرف ان الريحة والشكل والطعم مش ضمان للامان، يعني الاكل ممكن يبان عادي ومع ذلك يكون خطير. والCDC والFDA بيتعاملوا مع التسمم الوشيقي كحالة طوارئ صحية. وخد بالك التأخير في العلاج ممكن يزود الخطورة، وبعض المرضى بيحتاجوا دخول مستشفى واحيانا عناية مركزة وتنفس صناعي. العلاج الاساسي بيكون سريع بالمستشفى، وممكن يشمل مضاد سم مع دعم للتنفس والمتابعة. وعلى فكرة مش كل تعب بعد الفسيخ يبقى باتاليزم، ممكن يبقى تسمم غذائي عادي برضه. وأصلا الأكل الملوث عالميا بيسبب حوالي 600 مليون حالة مرض و420 ألف وفاة سنويا. الباتاليزم عموما نادر، لكن لو حصل فهو خطير جدا، ومنظمة الصحة العالمية بتقول إن الوفاة ممكن تصل من 5 ل 10% حتى مع الرعاية لو لم يشخص ويعالج بسرعة. بس كده، سلام.